هذا القول، لا هذا القول اللي انت قلته لينصرونه، هذا متى قاله الامام الحسين؟ باي زمن؟ عندما وصله الخبر بقتل. لا هذا القول في اعلام الورى قال: ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال: اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرا قددا ولا ترضى الولاة عنهم ابدا فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا وحملت الرجال يمينا وشمالا على من كان بقي معه. اذا قالها في المعركه الى جيش عمر بن سعد. ليش تدلس؟ هذا في اعلام الورى للطبرسي الجزء الاول صفحه 468. ليش تدلس على الناس؟ شلون ادلس على الناس؟ هذا ليس في قال اهل الكوفه، قال لجيش يزيد، قال لجيش الخلافه الاسلاميه، قالها في يوم المعركه بعدما قتل اكثر الناس وبقى معه 3. هاي الروايه موجوده في اعلام الورى. انا اقول لك ابو كريم زين، هذا ابو اديب من قرأ هذا من البينه من كتب الشيعه، ما قرأ ان الامام الحسين يخاطب الجيش يقول لهم: يا شيعه آل ابي سفيان ان لم يكن لكم دين. يعني الامام الحسين يعرفهم بلا دين. نعم، بس هسه خلي نجي لهذا. هو اول شيء دلت قال هاي لما اجى الرسول، لا هذا ليس لما اجى الرسول، هذا في المعركه. زين، عندك بعد شيء قبل ما اروح الى غير محاور؟ لا انا ما لسه عندي شيء. طيب، منو اللي كان في جيش الامام علي اللي قتل الامام حسين؟ تفضل، من هم اسمائهم؟ دعونا لينصرونا، من ادعى للامام حسين؟ هذول اللي اهل الكوفه اللي كانوا اكثرهم سنه وشيعه، فيهم قليل من الشيعه، وعبيد الله بن زياد وضعهم بالسجون، فلم يكن هنالك شيعه لمن ينصروه. ممتاز. الذي جيش يزيد بن معاويه ليس شيعه، هل هم شيعه؟ 4000 رجل الذي خرجوا الامام الحسين شيعه ولا سنه؟ لحظه ابو كريم، بس جاوبني على سؤالي. هل الذين كانوا في جيش الخلافه الاسلاميه شيعه ولا سنه؟ راح اجاوبك، ابشر. جاوبني الان، بس قول لي شيعه لو سنه. والله راح اجاوب لك. الامام الحسين قال: دعونا. اترك عنك الكوفه، الان احنا في جيش في الطف في كربلاء، الجيش هذا شيعي لو سني؟ هذا جيش ابن زياد. نعم. اي، شيعي لو سني؟ لا، سني هذا. احسنت. اذا الذين حاربوا الامام وقتلوا الامام في كربلاء سنه، صح ولا لا؟ طيب، مين ادعى الامام الحسين؟ ما عليك، دعا ما دعا، الشيعه ما نصروا، ليش اهل السنه ما نصروه؟ مين دعا؟ على مين ادعى؟ ليش اهل السنه لم ينصروا الامام الحسين؟ يلا جاوب.